تعالى اقول لك تطلع رؤى ازاي اللي انت بتحلم بيها وكل راجل بيحلم بيها. لو انت بقيت راجل مسؤول ومتفاهم وبتعاملها معاملة كويسة وطيبة في كل الاحوال والظروف، وبتعرف توصل انت عايز تقول ايه بهدوء كده وفي لغة حوار بينكم، والله العظيم الست ما هي الا وعاء، اللي بتحطه جواها بتاخده زيادة 10 اضعاف، ولو حطيت جواها 10 اضعاف بتاخده 100 ضعف. ده بأمانة. الست بتبقى مسترجلة ومتعصبة وفيها لما تكون انت مش قايم بدورك ومش عارف تحتويها ومش قايم بدورك عمليا. لو انت قمت بدورك هتلاقيها اجمل ست، اجمل روقة بين ايديك، تحط رجليك في ميه وملح وهي مسامحة. لان الرسول امر بكده، ان الزوجة تخلي بالها من جوزها، وامرك انك تتقي ربنا فيها، فانت مأمور وانا كمان مأمور. فلو نفذت امرك هنفذ امري. حواء مخلوقة من ضلع ادم، من ضلع ادم. يعني هو الاول الاستجابه او التصرف بيبقى منه، وعلى اساسه هي بتبقى رد فعل. الست ما ينفعش تبقى فعل. صدقني لو بتشتكي من مراتك ومعاملتها راجع نفسك كويس قوي، عشان تطلع الست اللي جواها، بدل ما انت شايفها بتحارب في كذا اتجاه وبتقول انها مش مهتمه بيك. لو اديت واجبك هتأدي هي واجبها اكتر من اي حاجه. وانا مش ضد ان الست تحط رجلين جوزها في ميه وملح، انا مش ضد خالص انها تخضع لجوزها لما يكون يستحق الخضوع، ما يكون يستحق الخضوع. قايم بدورك هتلاقيها بتخضع، هتلاقي احلى دلع، احلى حنان، احلى معامله، احلى فتره حب، احلى فتره جواز، احلى اولاد. عامل اللي عليك، فهي هتخلي البيت ده مملكه، انت اللي هتاسسه وهي اللي هتعمر. متفقين ولا مختلفين؟ قولولي رايكم ايه.